يا كابتن خطيب خف ايدك عليهم شويه والنبي يا كابتن خطيب، احنا واحد جمهور اهلاوي بيقول لك خف عليهم شويه، صعبوا عليا والله. كابتن خطيب خلاص خلاص، هم خلاص هيسمعوا الكلام بعد كده ومش هيعملوا حاجه غلط تاني. انت زعلك وحش قوي يا كابتن خطيب، ده انت زعلك خليتهم هيقفلوا النادي، هيعملوا ايه تاني؟ ويا كابتن حسين لو كنت سمعت كلام الكابتن خطيب وكنت اجلت الماتش ساعتين وانت كنت موافق اصلا، كنت موافق ان الماتش يتاجل ساعتين. لو كنت ساعتين كان زمان دلوقتي ما كانش حاجه حصلت من الكلام ده كله، كان زمانك دلوقتي ايه، قاعد في مكتبك واللعيبه حواليك وجميل وزي الفل. ازيكم عاملين، اخباركم ايه؟ وحشني والله. انا النهارده جاي لكم باخبار ومفاجات، بس قبل ما اقول اي حاجه صلي على النبي في التعليقات واللايك بتاعك جميل عشان نعلي الصفحه بتاعتنا شويه عشان الريتش بدا يقع. ونقول بقى الاخبار. انت بتقول في اول الكلام ان اللي كانوا دي النهارده كان في لجنه التظلمات، والنهارده كانت بتسمع تسجيلات الوصيه والورقيات اللي جايه من اتحاد الكوره ولجنه الانديه على اللي حصل في ماتش القمه. والمفاجاه اللي ما كانش حد متوقعها ان نادي الزمالك والاهلي واتحاد الكوره ولجنه الانديه كانوا موافقين ان الماتش يتاجل ساعتين. تخيل، تخيل ان الزمالك كان موافق ان الماتش يتاجل ساعتين، عشان كده وزير الرياضه اتدخل واتصل جاب حكام من السعوديه. وده الكلام اللي اتقال في تقرير الحكام اللي جاي من السعوديه. هتقول لي انت بتتكلم جد؟ هقول لك النهارده اللي حصل ده فعلا في لجنه التظلمات، ان الاهلي ان الزمالك كان موافق ان الماتش يتاجل ساعتين. لولا المكالمه اللي جت من دوحه، كلنا عارفين المكالمه جايه منين، وقال له لا ما توافقش بعد ما وافق، وقال له اجري على الاسم اعمل محضر باثبات حاله، كان الماتش اتلعب بعد ساعتين. ده اللي اتقال النهارده في لجنه التظلمات. ولجنه التظلمات هتقول قرارها يوم 24 ابريل. هتقول لي ليه اسمها 24 ابريل؟ قال لك بعد ما بعت للزمالك وبيراميدز والاهلي ان اي ورقه جايه من اتحاد الكوره او لجنه الانديه تيجي ويستفوا ورقكم وهاتوا لنا عشان خاطر نشوف نبص على الورق بتاعكم. وبنسبه 90% او 95% الماتش الاهلي هيتعاد مع الزمالك. هو السؤال دلوقتي لو ماتش الاهلي اتعاد زيزو هيلعب مع الاهلي؟ تخيلها انت ممكن. لا مش هيلعب مع الاهلي عشان نهايه العقد بتاعه مع الزمالك نهايه الموسم، هو الاهلي مع اول الموسم عشان بس ما نقعدش ايه نفتي كتير. اخبار تانية بقى، واخبار كتير قوي النهارده عمالين نسمع اخبار كتير قوي عن التنقلات. ومصطفى محمد جاي، لا مصطفى محمد مش جاي، لا الونشي جاي، لا الونشي مش جاي. عشان بس الهري الكتير ده، مصطفى محمد هو كان في تفاوضات معاه، كان في عشان يمضي الاهلي علشان يروح معاهم كاس العالم للانديه. ليه؟ لان اسامه ابو علي جاي له عروض من بره، فالاهلي فكر ان لما اسامه ابو علي يمشي عاوزين مهاجم يجي، فكانوا بيفكروا مع مصطفى محمد. وخلاص يعني في شويه رتوش كده، وان شاء الله ممكن بنسبه 90% او 80% مصطفى محمد يبقى مع النادي الاهلي. وده الكلام النهارده اللي حصل في النادي الاهلي. يعني مصطفى محمد جاي ولا مش جاي؟ بنسبه 90% ممكن يجي، عشان بس ايه الهري كتير. اما الونش خلاص، الونش خلاص مش هيجي النادي الاهلي، الونش هيمضي لنادي الزمالك للتجديد. تمام. ايه الاخبار التانية بقى؟ بيقول لك ان المدرب الجديد للنادي الاهلي كلوب بتاع ليفربول. هقول لك لا. هتقول لي لا ليه؟ هقول لك ما هو كان معروض الاسامي الايام اللي فاتت. كلوب بتاع ليفربول، مارك روزا بتاع المانيا كان معروض، فيريرا كان معروض، بس ولا واحد من دولت. وكولر معانا مكمل. هتقول له كولر معانا؟ قال لك كولر معانا مكمل عشان هم عرضوا على مارك. مارك قال لهم ادوني اسبوع افكر. لين كلوب قال انا لسه مستني بفكر برضه، بس الكلام الكتير اللي بيتقال ان هو عينه على ريال مدريد بعد الماتش اللي هيجي العوده اللي جاي مغلوبين هناك 3. وبيقولوا ان ريال مدريد هيمشي المدرب بتاعه، فكلوب عينه على ريال مدريد عشان بس ايه الهري كتير. كان النهارده في شويه لعيبه النهارده قاعدين مع محمد شوقي واتكلموا شويه كلام حلوين يعني. ومحمد شوقي رد عليهم برضو بطريقه حلوه. يعني مثلا حسين الشحات قال له انا ما بشاركش، قال له انت اكتر واحد، اكتر رابع واحد بتشارك. اسامه علي قال له انا ما عنديش دعم فني ولا دعم نفسي، قال له انت اول ما طلعت، اول ما جيت من الاصابه لعبت اول ماتش عندك الدعم الكامل. محمد رمضان قعد مع كولر النهارده اداله كلمتين، قال له الماتشات الجايه ماتشات كاس ما ينفعش فيها الهزيمه،
لازم الفوز، مش هنقبل باي حاجه غير الفوز. يعني من الاخر كولر مكمل معانا عشان بس ما نقعدش نتكلم كتير. في اخبار تانية؟ اه في اخبار تانية. وليد زيزو كان مطلع بيان ان هو مش عاوز يعمل مشاكل مع نادي الزمالك وخلاص اتحل بالتراضي وخلاص، وهاتوا المستحقات بتاعتنا عشان ما ارفعش قضيه. يجي النهارده البيان المضحك اللي احنا ضحكت عليه قوي، يقول لك إن نادي الزمالك يجمد زيزو لنهايه الموسم وحول له التحقيق. هو كده كده اصلا هو خلاص لم حاجته. اللي طلع البيان ده ويجي ميدو يلغيه، يقول لك لا احنا نتعامل مع احترافيه مع الكابتن زيزو ويجي يتدرب عادي. يعني بيان ويلغي البيان ميدو، وانتوا اصلا شلتوا صورته ورميتوها كسرتوها. الراجل بيشتكي ان انتوا مهددينه وشاتمينه واللي وانتوا رايحين تقولوا ان انا اتحاول معاه للتحقيق علشان خاطر هو قال حاجات مسيئه ومش مسيئه. يا كابتن زيزو او يا ولد يا كابتن مصطفى زيزو، جات لك الفرصه اهيت. ادي البيان واللي حصل، هم هيشتكوا ابنك هيحاولوا التحقيق. خد البيان يا باشا اشتكي بقى وخد لك 70 مليون بتوعك اللي هم واكلين عليكم. دي الاخبار النهارده اللي حصلت النهارده. يا رب يكون عجبكم، بس ما تنساش اللايك والتعليق لاخوكم. سلام.